السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم حبيت أشارككم روتين تنظيف غرفتي اليومي. هنا أنا اليوم جبت لكم ملمع للأخشاب يعني المرايات، للمطبخ، لأي شيء تنظفون به. ملمع صدق جربته كلش حلو، ما يخلي التراب يعني يوم تجين تلقين تمسحين تجين ثاني يوم تلقين على الخشب أو على أي مكان نظفتي تلقين تراب، يبقى يعني في 3 أيام 4 أيام ما بيتراب. هو الملمع عبارة عن مي وشوية ملح وزيت الزيتون، يعني قطرات، خل أبيض، ينخلطن ببخاخ، أي بخاخ. أنا عندي بصراحة علبة مالت مزيل الدهون، فغسلتها نظفتها وخليتها بالشمس، يعني طلعت من عندها الريحة مال مزيل الدهون، وخليت بها هذه مي، عبارة عن مي وملح وقطرات من زيت الزيتون وخل أبيض. يعني صدق فشي يجنن، والله يخلي حتى لمعة بالأخشاب بالغراض، ويبقى يعني 2 3 يعني يبقى 4 أيام ما يلزق على الأخشاب والغراض تراب أبد. يعني صدق جربتها وكلش فادتني. أخذتها من قناة مصرية، واحدة صاحبة قناة مصرية، فجربته وكلش يعني كلش حلو، عجبني واستمريت عليه. أنا هواي أتابع قنوات والله بيها هواي استفادة، قنوات صدق يعني أخذ من عندهن الشيء اللي استفاد منه. يعني أنا هم أتعلم من يعني هواي قنوات أدخل عليها أخذ من عندها، يعني أجرب شغلات يعني هم يسووها أجربهن، إذا شيء يفيدني أنشره على القناة، إذا شيء أشوفه ما بيه فايدة ما أنشره بصراحة. بس أي شيء أجربه وبيه استفاد من عنده أحب أشارككم بيه. وهذا الملمع يعني كلش حلو. هسه بعد ما كملت الغرفة وتقريبا كملت البيت أنا كله، بس ما صورت، بس الغرفة هنا نخلينا البخور. أحب هاي ريحة البخور، بخور العرب كلش أحبها. وحبيت أقول لكم إنه فتحت مشروع خياطة فرشات، وجوه مخاد، منادير، كوشات، هاي السوالف، يعني خياطة مفروشات. أنا كلش أحب الخياطة، فبطلت من شغلة الكيك واتجهت شغلة الخياطة. يعني حسيتها أحلى وأنظف وأرتب يعني بالنسبة إلي يعني. وشغل الكيك وهذه راد له وقفة، أنا رجلي أذتني كلش ما أقدر على الوقفة، فقررت إنه أترك شغلة الكيك، تركتها يعني من رأس السنة وبلشت بشغل الخياطة. وإن شاء الله الله يوفقنا. هنا عندي أنا الفرشة، هذه شربايتي أنا صغيرة، فالفرشة قياسها أكبر من شربايتي، يعني اللي طلبت الفرشة طلبتها يعني شربايتها أكبر من شربايتي، فهي القياسات تختلف. فهنا تشوفونها إنه مبهذلة، وهاي يعني الفرشة أكبر من الشرباية مالتي. شربايتي أنا قياسها 150 ب200، هذه الفرشة لا 180 ب200 تقريبا وأكثر، يعني بكم سنتي. وادعولي الله يرزقني ويرزقكم ويرزق الجميع إن شاء الله. الخياطة كل شيء تفيد، حتى إذا ما تخيطين لحد أو ما عندي زباين استفاد من عندها. أنا إلي البيتي البناتي كل شيء تفيد الخياطة.